تخيل أن الساعة الآن هي 2 ظهراً، وفجأة وبدون سابق إنذار اختفى كل البشر. تبخروا في الهواء. السيارات أصبحت بدون سائقين، الطائرات بدون طيارين، والبيوت صمتت للأبد. في هذه اللحظة بدأت الأرض رحلة العودة إلى أصلها، لكن الثمن سيكون مرعباً. هل سألت نفسك ماذا سيحدث للعالم بعد رحيلنا؟ في الدقائق الأولى ستعم الفوضى. الطائرات ستبدأ بالسقوط من السماء، والقطارات ستخرج عن مساراتها. لكن الكارثة الحقيقية تبدأ بعد ساعتين. بدون تدخل بشري، محطات توليد الطاقة ستبدأ في الانهيار. الظلام سيغزو الكوكب مدينة وراء الأخرى. ولأول مرة بعد يومين سيبدأ الملايين من الحيوانات الأليفة داخل الشقق المغلقة في إدراك الحقيقة: لا أحد سيأتي ليطعمنا. تبدأ معركة البقاء. الكلاب التي كانت تعيش في رفاهية ستتحول لقطعان برية في الشوارع لتبحث عن الطعام، ومن لن يستطيع التأقلم سيموت بصمت. بعد 10 أيام ستنفجر القنابل الموقوتة التي تركناها خلفنا. المفاعلات النووية. بدون أنظمة التبريد التي يعمل عليها البشر ستبدأ المفاعلات بالانصهار. مئات الانفجارات النووية ستحدث حول العالم، محولة مناطق شاسعة إلى أماكن غير قابلة للحياة لآلاف السنين. بعد سنة واحدة الطبيعة تبدأ في استعادة ممتلكاتها. الأعشاب ستشق طريقها من خلال أرصفة الشوارع. الغابات ستبدأ في ابتلاع المدن. الحيوانات البرية مثل الأسود والذئاب ستتجول في ميادين تايم سكوير ووسط البلد. لقد انتهى عصر الإنسان وبدأ عصر الطبيعة من جديد. بعد قرن كامل معظم الهياكل المعدنية التي بنتها البشرية ستبدأ في الانهيار. برج إيفل، ناطحات السحاب، والجسور العملاقة كلها ستسقط تحت وطأة الصدأ وعدم الصيانة. ستختفي معالمنا، ولن يبقى من حضارتنا إلا الأنقاض المغطاة باللون الأخضر. الحقيقة المرعبة هي أن الأرض لا تحتاج إلينا لنستمر، نحن من نحتاج إليها. بدوننا ستصبح الأرض أكثر خضرة وأنقى هواءً، لكنها ستكون مكاناً صامتاً يفتقد للقصص التي كنا نرويها. لو كنت أنت الناجي الوحيد، ما هو أول شيء ستفعله؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة، لأن الرحلة القادمة ستكون أغرب.